طبعا نبارك لفريق نهضة بركان الفوز في مسابقات الاتحاد الافريقي. فريق البركاني هو افضل فريق مغربي حاليا في القاره الافريقيه، نتمنى له ان شاء الله مزيد من التقدم والتطوير والوصول الى ابعد نقطه كذلك في القاره الافريقيه. نهضة بركان الفريق طبعا منذ دقائق انتهت مباراة نهضة بركان في نهائي البطولة الكونفدرالية. شفنا هذه المباراة وفوز نهضة بركان بالبطولة، ومبروك طبعا لفريق نهضة بركان اللي فاز ببطولة الكونفدرالية. السنة اللي فاتت كان أيضا في النهائي ولكن خسر في النهائي. مش نرجع نحكي على معين، الحقيقة معين راهو 12 فيفري 2024 معناها عام وشهرين بطولة. أي بطولة أي من نهار اللي جاي بطولة مالغري لي بروفوكاسيون دان معناها أنا كتبتها دان بطولة كأس الكاف في الأثناء والكاس العرش معناها تريبلي تنجم تكون كاس العرش تريبلي كانت توصل تريبلي في المغرب يعني حاجة تاريخية، حاجة اللي ما صارتش، حاجة اللي تاريخية حتى حد ما عملها. نهضة بركان عمل مقابلة هجومية النصر حاجة واو للأمانة، معناها حاجة هجومية ممتاز وممتاز جدا فريق نهضة بركان. نظل معين منذ قدوم نهضة بركان فما تحول كبير، حتى عملوا راهو نهاية الموسم كانت باهية، كانت محترمة، كانت ديجا هذاك علاش تجدد الثقة فيه ويخدم في ظروف ممتازة، يخدم في ظروف فيها برشا ثقة وفيها برشا فيها برشا ثقة وفيها برشا مراحل إيجابية بالنسبة له هو، بالنسبة للفريق، بالنسبة للثقة. اليوم بناء السمعة اللي مطلوبة، معناها اليوم كي لقى ظروف النجاح كما قال لك ناصر وخدم ولقى الأمور ميسرة با نامبورت كي يقول لا ليكيب ناسيونال، قال ليكيب ناسيونال علاش؟ خاطر شامه من دوبلي طريق، خاطر شامه مش يخدم في ظروف باهيه، يخدم في ظروف متميزه. بيرسوناليتي نتاع معين الشعبان، لانه وقت اللي مشى للمغرب تعرف انت لي زونتيسيدون اللي صاروا قبل كي كان يدرب في المصري والعركه اللي صارت وكذا ما بين المصري وما بين نهضه بركان، معناها فما برشا مشاكل وكي مشى فما برشا حاجات صارت من الصحفيين اللي تحس كانه مكلفين بمهمه الصحفيين هذوما، لكن الحقيقه معناها معين الشعباني كان الانسان الرصين، الانسان اللي تحسه عارف على شنو قادم، واجاباته كانت يعني في وقتها واجاباته كانت متميزه. شخصيه هذه راه مش اللي جيت نجم تكون موجوده عنده في بلاد غير البلد نتاعك. ممتاز وممتاز جدا فريق نهضة بركان الموسم هذا. لا بروفوني لا ريوسيت اللي تحكي عليها راه مش بالصدفه. اليوم معين والليكيب نتاعو قاعده تعمل في نتائج ايجابيه ويهز الكوب دو لا كاف هذيا